اولا تحيه نضاليه الطبقه العامله في كل انحاء العالم، واليوم كنحتفلوا بهذا العيد الاممي ونحن جد مسرورين يعني بهذا الحضور العمالي الكبير في الاتحاد المغربي للشغل. ونحن نتضامن مع جميع المتضررين الطبقه العامله ونطالب بتحسين الوضعيه الاجتماعيه للعمال، وكذلك تحسين الظروف المعيشيه للمتقاعدين الذين يهمشوا من هذا الحوار الاجتماعي. ونتمنى من مركزيتنا النقابيه الموضه ديال الاتحاد المغربي للشغل أن تحاول وتدافع عن هدم التقاعد، لأن عدد من المتقاعدين هم متضررين في هذا البلد السعيد. لهذا نطالب بتسوية الوضعيات جميع المتقاعدين، وكذلك الزيادة يعني تكون في واحد المستوى كبير بالنسبة لجميع الأجراء في هذا البلد الأمين. وتحية مرة أخرى، تحية نضالية للطبقة العاملة المغربية يعني العمال في جميع أنحاء العالم. وشكرا. بمناسبة هذا اليوم العالمي للعمال كنحتفلوا بالذكرى ديال العمال عيد الشغل هذا اللي كتحضر فيه تبارك الله نسبة هائلة. انا ككاتب عام ديال شركة كوكاكولا كنحتفلوا انا والطبقة العاملة ديالنا، وجينا هذا اليوم باش نمثلوا بالخروقات ديال الصهاينة وكندعموا القضية الفلسطينية وكندعموا القضية ديال العمال ديال المناولة انهم باش يترسموا. على جينا لهذه المسألة هذه باش انه العمال يترسموا. والحمد لله حنا جنود مجندة تحت القيادة ديال الكاتب العام سيمون ميلود بوخارق، تحت القيادة السامية جلال الملك حفظه الله. بالمناسبة أنك كتقام فاتح مايو على معبر القرقرات تابع للصحراء المغربية، ديما الصحراء المغربية الحمد لله. وعاش الاتحاد المغربي للشغل، عاش الاتحاد المغربي للشغل، عاش حقوقي دم في عروقي لن انساها ولو اعدموا لي. حقوقي دم في عروقي لن انساها ولو اعدموا لي. حقوقي دم في عروقي لن انساها ولو اعدموا لي. حقوقي دم في عروقي لن انساها ولو اعدموا لي. دمت منتدى وحما عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في هممي ولدمها وكتر نور ونار. لإخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك.